مساكم الله بالخير متابعينا وين ما كنتوا. آخر لقاءات الجولة الدحيل والوكرة تعثروا في الجولة الماضية بالتعادل، يحققوا الانتصار الأول ولا يكملون سلسلة التعادل في هذا الموسم؟ نروح شوف آراء الجمهور وتوقعاتهم حول هذا اللقاء. حمود الوالد وين؟ الوالد؟ ايه الوالد وين؟ هناك في المنصة. وين؟ في المنصة. ايه طبعا منصة VIP الوالد. شلون؟ ترتيب خاص الوالد يعني. اكيد. ما ما يتنازل اقعد مع الجمهور. لا حسيت نازل لكن خبرك يعني عشان شي خايف متوتر. الظاهر إيه، لان لو في النص العادي يمكن تصير مشاكل شوي. والله حسن حمود لازم تجيب مع حمود، لازم يا حسن. توقعاتك اليوم رايحين؟ ان شاء الله فايزين ان شاء الله. لا الفريق داش صح انه في اصابات ولاعبين مهمين للامانه، لكن قاعد نشوف في مستوى الفريق وان شاء الله متاملين الفوز ان شاء الله. متفائلين جدا. متفائلين. الموج الازرق متفائلين بس المباراة صعبة. مباراة اقولها المرة المليون، مباراة صعبة. هو متعين عن طريق بركان، وصلت لجيرار في الجهة اليمنى، انطلاقة موجودة خطيرة لدى الاسباني، لكن التدخل وركلة جزاء له هنا. نعم يعني مامدانا بلنتي. لا شوف احنا عندنا الحمد لله اول مباراه يلعبون زحزوح وبركان مع بعض، بركان راس حربه وزحزوح وراه، وهالشيء بشكل ضغط اكيد على دحيل. هذه الإعادة وهذه الكرة إبراهيم بامبا يبدو بأنه لربما أقول وقع في المحظور. أمين زحزوح، صلاح زكريا، الكرة الأولى، الوكرة يتقدم عن طريق ركلة جزاء زحزوح. كلش لا المباراة الأولى ولا بداية المباراة الثانية. شو اللي قاعد يصير؟ والله للحين احنا تونا بدايه المباراه، ان شاء الله جمال بالماضي يغير التكتيك وان شاء الله ان الفريق يأدي يعني، مع ان انا مو مقتنع في المدافع الجديد اللي بنوه، اللي يعني حاط يعني مكان توتا، يعني توتا احسن منه بمراحل، ليش حطه اساسي انا ما ادري. لا تونا بسم الله والوكرة وين حلاوة الحين. الحمد لله اول جول من بلنتي، وان شاء الله الاجوال الجايه بعد جاية بعد اكيد ان شاء الله. الحين الحين هذه بدايه بعد تو بداية. الحين بدايه 10 دقائق. وين الناس؟ باقي للزحزوح تسبب لنا بلنتي وسجل الحمد لله. احنا متفائلين جدا باختيارات المحترفين هالسنه، لا ان شاء الله فايزين، ان شاء الله تكرر الاربعات. تخبر انت من موسم أربعات يا ريال. لا نفوز. فريق بدون لونجا، والله الدحيل مو بدحيل. ليه؟ نكون صريحين، بدون لونجا مو بدحيل. ما في شيء سهل، خصوصا مع الدعم اللي صاير الفترة اللي طافت لجميع الأندية، بس إن شاء الله قادرين. عندي تعقيب بس على شيئين. لويس البرتو وين؟ أوكي بيطلع فريق ثاني، يا أخي جيب واحد بداله. ادميلسون انتهى خلاص. شكله مو بعاجبك الوضع ابد. أبد والله. ابدا. اي والله. شو اللي مو بعاجبك بالضبط؟ كل شيء يا أخي ما عندنا صانع. بن جبل غصب عنه يلعب قدام، هو لاعب يرجع عاد بس، والموسم بعد منتهي. الدحيل يحتاج بطولات محليه اولا عشان يرجع مثل ما كان عليه، ولكن احنا كلنا ثقه في مدربنا بالماضي. يرجعون المباراة؟ احنا ما معنا ظروف صعبة ترى. ظروف صعبه. مش انا ما اتكلم عن المباراه، انا اتكلم عن الدوري بشكل عام، لانه راجع ان شاء الله. لان كلمه بالماضي انا او مبدئيا احنا راضيين بالخساره قبل الفوز مع بالماضي له علاقه خاصه معنا، لان احنا ندري ان مستقبلا هو بيأدي. كريم يحاول أن يسدد قرار، ولكن سعود الخاطر. اوه اليوم الكروية حلوين اليوم. ايه طرد الحارس مال الدحيل. والله عليه غلط بعد برا المنطقة لامسها، خطأ بين مدافع والحارس. وجود ان شاء الله 2-0 الحين خايف شوي. وانت خايف شوي ولا واثق؟ لا واثق
وزول. هذه الكرة الآن مقبولة أمامية ناحية مين؟ أيوب حسوب جاب العين. البطاقة الحمراء لا محالة يا صلاح يا زكريا. نعم 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 بعد اللقطة الماضية لمسه. والله المصايب لا تأتي فرادى. من اللي بيفوز اليوم؟ الوكرة. من اللي بيفوز؟ الوكرة. حلو. فوانيل الوكروية جاتها مع الحلوة، نتيجة حلوة، قادمين طارت حارس دحيل، كل الظروف لكم الوكروية، شكلها دعوة رجل صالح. يعني انتم اليوم حافرين بير، كافلين ايتام اليوم، ما شاء الله تبارك الله، الظروف كلها مع الوكرة. يا اخي قول ما شاء الله. ما شاء الله. مشكلة اذا قلت شيء انت الثاني يختلف. لا اله الا امس شفنا يعني ايش صار. فاهم انت اليوم شيء. لا والله بس الحمد لله، والله الحمد لله. انا صراحة كان عندي ثقة الفريق، صح انه 11 غياب ما عندي مشكلة. وايد يعني امام فريق يعني صح صعب في النهاية، لكن الحمد لله مدافعنا اللي كان بينا سوى لنا خير بعد، يعطيه العافية. اللي كان بيجيك اللي كان سواكم خير. الحمد لله. خير انه معي والله خير. وين بتروح المباراة اليوم؟ 2-0 الحين، بس خليه يحسب الجول اول، اذا حسب الجول ان شاء الله فيها ثالث. شوف محتاجين فار يعطينا القرار ما بين بسام وما بين رضوان بركان. هذه اللقطة الكرة التي الصدت، هل كان أيضا لا في الصدر وبعد ذلك، لكن هل كان متسللا أم لا؟ هي مباراة غريبة، هي مباراة عجيبة، هي مباراة مثيرة. لو خلصت بالفوز اعتقد ان الوكرة راح يروح بعيد مع عودة الغائبين. شوف يعني صراحة الوكرة اليوم قدم مباراة جدا جدا رائعة، بخصوص يعني غيابات اللي صارت في الكتيبة يعني، بس أشوف أنه قدم مباراة جميلة جدا. المستوى يعني ضد نادي لا يستهان به هو الدحيل. تسلل، إذا يلغى الهدف إنه هناك تسلل على مين؟ بإذن الله اليوم الوكرة مثل ما نشوف قدم أداء ممتاز في مباراة ضد العربي في المباراة السابقة، لكن اليوم نشوف تقدم أفضل بنتيجة 1-0. يعني أتوقع إن شاء الله إذا استمر أداء الوكرة بهذا المدى، مثل نتعادل مع عربي متقدم على الدحيل الآن، فبالتالي لابد أن يكون من 3 الأوائل إن شاء الله في هذا الدوري. هنا التعادل، لا والكرة لا زالت للطفال يا عادل. يعني اعتقد اليوم انت اسعد وكراوي. اكيد انا اسعد وكراوي. كلنا فرحانين اليوم، كلنا الحمد لله. والله فريقنا وايد زين، فريقنا ابي اشوف المباراه بعد. انا باقي شيء. فريقنا وايد زين ان شاء الله باذن الله. اذا استمر على هالمستوى رايحين فوق، رايحين فوق باذن الله. احنا متاملين ننسى الموسم اللي طاف، هالموسم نرجع ننافس على الدوري باذن الله. باذن الله والله. الحمد لله. مبروك يا الوكراوي. الحمد لله. ولا اللهم لك الحمد. الحمد لله. خلاص ما في. لا الحمد لله خلاص فتحنا. يعني مباراة اعصاب وبداية حلوة، تخلص من مباراة صعبة امام الدحيل. اعتقد ان هذا يعني حافز لقدام. أكيد والله حافز مع الغيابات وهي كلها. شفنا الروح اليوم، ما قصروا الشباب والله. باذن الله رايحين ان شاء الله. الف مبروك للوكرة، عوض خير ان شاء الله. دحيل الوكراوية يحتفلون مع لاعبينهم، قدموا اداء كبير و3 نقاط مهمة في بداية المشوار. اعزائي المشاهدين وصلنا معكم الى ختام حلقة فضفض لهذا الاسبوع، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم. مع السلامة.